بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا وكل حاجة حلوة على متابعيني الكرام. النهاردة هعمل معاكم فيديو بسيط جدا في الحر اللي احنا فيه ده، لا واقفة كتير في المطبخ ولا أي حاجة. النهارده هعمل فراخ بطريقة بسيطة جدا جدا زي ما انتم متعودين معايا في كل فيديوهاتي. الفراخ هعملها مسلوقة نص سلقة، واعمل لها تتبيلة رهيبة. بعد كده هتدخل الفرن، هتطلع صينية فراخ تحفة. ولو انت عايزة تعمليها بالطريقة دي من غير ما تسلقيها بنفس الخطوات اللي انا هعملها هتنفع معاكي، بس انا هعملها بطريقة اسهل واسرع كمان. كل المكونات اللي معايا، كل اللي معايا هنا في مكوناتي فرخة كاملة، وانت اعملي براحتك، عايزة تعملي صدور لوحديها، كمان عايزة تعملي اوراق لوحديها، طبعا ده على حسب افراد الاسرة. عندي هنا وحدتين من الطماطم نزع فيهم القلب بتاعهم كده وخليهم بالشكل ده. عندي معلقتين 3 من الصلصه، عندي حبه من الثوم، هنا بصل جوانح يعني، عندي هنا دبس رمان، عندي التوابل بتاعتي كمون وكزبره وبابريكا ومعلقه من الزعتر وفلفل اسود ومعلقه صغيره من السكر والملح وواحده لوري هشوح فيها الفراخ. كل المكونات بتاعتي. بس قبل ما اعمل اي حاجه خالص واروح لي على البوتاجاز، ما تنسوش اللايك الحلو للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا كل حبايبي، حطيت الحله اللي انا هشوح فيها او الطاسه اللي انت هتشوحي فيها. هشوح الاول الفراخ عشان تديني طعم حلو زي ما احنا متعودين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشوح في نفس الحله اللي انا هسلق فيها، ممكن تشوحي في اي حاجه انت عايزاها كده تمام. طيب انا هنا هنزل بشويه توابل عشان يديني طعم حلو جدا للفراخ ونكهه كمان. حبه من الفلفل الاسود، حبه من الكمون، وحبه من الزعتر كده بالشكل ده، والكزبره كده تمام خالص عشان اشوح فيها الفراخ. اسيب الفراخ لما تتشوح معايا شويه كده. الفراخ اخدت معايا لون متوسط كده حلو. ما تنسوش ان احنا لسه هندخلها الفرن. هنزل عليها بطماطمايه، معايا كام جناح كده من البصل، انزل عليها بالميه المغليه. كده تمام معايا، واسيبها لما تتسلق نص سلقه وارجع لكم نكمل باقي الفيديو ان شاء الله. كل حبايبي انا حضرت طاسه على النار هنا فيها ماده دهنيه، سلقت الفراخ نص سلقه، وهعمل الخطوه الثانيه للفراخ اللي هتخلي لي طعم الفراخ تحفه. يلا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كل حبايب البصله اتدبلت معايا بالشكل ده. لو عندك فلفل اخضر ممكن تحطي والوان، هيديكي طعم حلو قوي للوصفه برده. كده هنزل بالثومه اشوحها تشويحه كويسه، واخد معايا كمان هنا التوابل، معايا الملح والفلفل الاسود وباقي التوابل اللي كنا مع بعض بيها عشان نطلع النكهه الحلوه. الله على الريحه. كمان هنزل بالطماطم، النكهه هتبقى تحفه بالطريقه دي، هتعجبكم. وزي ما قلت لك تحطي الفلفل الاخضر او الالوان هيديها كمان طعم حلو جدا. بس يلا بقى ما تنسونيش اللايك الحلو للفيديو. كده هشوحهم كويس واحط معلقه من الصلصه واسيب المعلقه الثانيه للاخر، هقول لكم هعمل بيها ايه، وشويه من دبس الرمان. هسيب لكم اللينك تحت الفيديو، انا عملته معاكم قبل كده حلو جدا وما شاء الله قاعد زي ما هو وريحته تحفه. كده تمام معايا. كده كوبايه من الشوربه او طبق كبير من الشوربه، لو مش عندك ممكن تحط مكانه كوبايه ميه مغليه بالشكل ده. اسيبهم كده لما يتسبكوا شويه وارجع اقول لكم انا هعمل فيهم ايه.
كده كل حبايبي انا الصوص بتاعي جاهز ما شاء الله بالشكل ده. لو انت عايزه تحط الفراخ فيه وتسيبيه زي ما هو يغلي مع الفراخ وتكتفي بالخطوه دي تمام. انا هاخد الصوص ده هحطه في الصينيه قدامكم دلوقتي من تحت شويه وبعدين احطها تحت شويه. نقفل دي على كده. الصوص لوحده حكايه الصراحه، لسه كمان هدهنه تاني هيديني شكل وكمان طعم. انا مبهره الصوص هنا وحط عليه دبس رمان برضو. الصوص اللي معايا ده فيه توابل ودبس رمان ومعجون الطماطم او الصلصه او صوص طماطم او زي ما انت حابه كده، وادهنهم كده من على الوش. خلهم في الفرن من تحت شويه وبعدين تحت الشوايه وهتشوفوا بقى الجمال. ارجع لكم بقى بعد ما ادخلهم الفرن ان شاء الله. رجعت لكل حبايبي بعد ما خلصت الصينيه اللي فيها الصوص بتاع الفراخ بتتبيله الفراخ التحفه دي. عايزاكم تجربوها، رهيبه رهيبه، الريحه حلوه جدا جدا والصوص اللي فيها تحفه. عملت معاها طبق الرز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نجرب الفراخ بقى وجمالها والصوص اللي فيها تحفه. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصوص بس لوحده حكايه مع الفراخ. شايفين الجمال؟ بصوا، حط بقى من الصوص كده على الرز. يلا بقى ما تنسونوش في اللايك الحلو للفيديو والاشتراك في القناه وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.